النهاردة هنتكلم عن حاجة كلنا بنشوفها كل يوم، وهي خط الدكاترة اللي مش بنفهم منه حاجة. أكيد كلنا بنسأل ليه الدكاترة بيكتبوا الروشتة بخط مش مفهوم؟ تعالوا نغوص في الموضوع ده مع بعض ونعرف ليه الروشتات بتكون زي الطلاسم. فيه أسباب كتير بتخلي خط الدكاترة مش مفهوم. أولاً، الضغط والزحمة في العيادات والمستشفيات. الدكاترة عندهم حالات كتيرة بيشوفوها كل يوم، وده بيخلي الوقت ضيق جدا. عشان كده بيكتبوا بسرعة، وده بيأثر على وضوح الخط. ثانياً، في حاجة تانية وهي اللغة اللي بيستخدموها. الدكاترة بيستخدموا مصطلحات طبية وتعبيرات علمية صعبة، وده بيخلي الكتابة تبدو معقدة. كمان الدكاترة بيكتبوا الروشتات بلغات مختلفة زي اللاتيني اللي هو لغة الطب القديمة. كمان في حاجة اسمها السرية أو الخصوصية. ساعات الدكاترة بيكتبوا الروشتات بخط مش مفهوم عشان يحافظوا على خصوصية المريض، خصوصاً في حالات الأمراض الحساسة. ومن ناحية تانية، بعض الناس بتقول إن ده جزء من الثقافة الطبية، يعني زي ما يكون تقليد متوارث بين الأجيال من الدكاترة. وده لأن زمان كان الدكاترة بيكتبوا بخط اليد، وبعدين بتروح الروشتة للصيدلي اللي متعود على قراءة الخط ده. وفي النهاية لازم نفتكر إن الدكاترة هم ناس زينا وعندهم ضغوطات وشغل كتير، وعشان كده لو محتاجين نفهم حاجة من الروشتة ما تترددوش إنكم تسألوا الدكتور أو الصيدلي يوضح لكم. وبكده نكون جاوبنا على السؤال اللي بيشغل بالنا كلنا: ليه خط الدكاترة مش مفهوم؟ لو عجبتكم الحلقة دي ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ونشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.